المهم خلصت لي الميك اب وقالت لي افتح عيني وابص على نفسي، وبجد انا كنت عايزه الغي الفرح. بفكر اعمل سلسله لحاجات ندمت ان انا عملتها في فرحي، بس الفكره ان انا اصلا ما بحبش ازعل حد وما بحبش انتقد حد، بس فعلا في حاجه انا بجد اكتر حاجه ندمانه عليها في فرحي هي الميك اب. بس انا بجد البنت دي بحبها جدا على المستوى الشخصي، فانا خايفه الفيديو يوصلها باي شكل من الاشكال وتشوفه وتزعل مني، بس بجد لو شفتيه انا بحبك وانت بجد انسانه ذوق جدا 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 وشخصيه جميله، بس فعلا الموقف ده مضايقني قوي، فهشارككم باكتر حاجه ندمانه عليها. شوف بقى هكمل السلسله دي ولا لا، بس فعلا مش عايزه حد يغلط نفس الغلطه بتاعتي. انا طلعت قعدت على الكنبه وهقول وربنا يستر. بصوا يا جماعه، البنت دي هي شاطره قوي بجد، هي اللي جت عملت لي ميك اب ساعه خطوبتي، وكان شكلي حلو جدا، ولحد النهارده بسبب الميك اب اللي كانت عاملاه لي في الخطوبه ناس كتير بتسالني عليها، وانا بقول لهم اسمها وبرشحها لهم وبرشحها لاي حد حقيقي. بس انا ندمانه ليه، او ايه الحاجه بجد اللي مخلياني فعلا كنت زعلانه منها قوي من اول الفرح لحد بعد الفرح بفتره طويله، هو ان انا قررت اعمل معاها ميك اب تاني، لان اول مره عملت فيها ساعه خطوبتي كانت بجد مطلعاني حلوه جدا جدا جدا، وحتى كانت منزله صورتي على الاكونت عندها وجايبه ريتش عالي، وكانت على طول بتعمل لها اد. المهم شكلي فعلا كان حلو قوي بشهاده كل كانت مخليه شكلي بريء، وكانت محافظه على ملامحي زي ما هي، ما كانتش متقله لي حواجبي ولا حاطه لي رموش تقيله ولا عامله لي مكبره شفايفي جامد قوي، كان شكلي حلو قوي، كانت يا دوب بس محدده ملامحي، وملامحي كان شكلها حلو وقتها. كنت جايبه لها صوره، كنت جايبه لها ريفرنس يعني ميك اب عملت لي زيه بالظبط. المهم انا قلت في فرحي انا مش هرسك، كده كده اصلا اي حد في الفتره دي بيبقى عارف الدنيا بتبقى بجد صعبه قوي ازاي، فقلت انا مش هرسك واقعد ادور على حد تاني والله اعلم يبقى الميك اب بتاعه حلو ولا لا، فقلت انا هجيبها هي، فقلت انا هجيب نفس البنت دي هي اللي تعمل لي ميك اب ساعه فرح. للاسف حصل عكس المتوقع. البنت اول ما جت، اول حاجه انا بجد هي مواعيدها تحفه، مواعيدها شارب جدا، وانا للاسف اللي في المرتين اتاخرت عليها قوي. المهم فانا وصلت، كانت هي مستنياني بصراحه قبلها فتره كبيره. انا دخلت قلت لها ان انا عايزه، وريتها الريفرنس بتاع الميك اب اللي انا عايزاه، وقلت لها ان انا عايزه يبقى الايلاينر بطريقه معينه، قلت لها يعني عايزاه يبقى من بره كده على الطرف بس زي ساعه الخطوبه. راحت قالت لي بس انا كنت ناويه اننا ما نعملش ايلاينر. المهم قلت لها ايه، لا انا عايزه ايلاينر بس عايزاه ما يبقاش من اول عيني لحد اخر، عايزاه بس من بره.